جايين على الفراء بدون علم ابوهم لحتى يسبحون ويبردون على نفسهم. في هاي الاوضاع يلي فيها مرتفع نهر الفرات ومنسوب المياه بشكل كبير. الاب وصلوا الخبر ما كذب الخبر، شال حاله ونزل على الفراء بشكل مباشر. اول ما وصل شلح العقال وبلش بهم قصاصي، شتلهم شتلة من كعب الدسك. هذا الأب يلي نفتخر به، هذا الأب يلي قدوة للناس، لأنه فعلا يستاهلون. لأنه الناس عم بتحذر يا شباب لحتى ينزل على الفرات، المي مرتفعة كل يوم حالة غرق، لكن الناس ما عم تتعظ وما عم تتعلم. الوالد كثير ناس راح تقول ليش شقتلهم ما بعرف ايش. طب هو موعيهم قبل هاي المرة لحدا ينزل على الفراء، لحدا ينزل على الفراء، لحدا ينزل على الفراء كرمال ما اخسركم. من حبه لولده، من خوفه عليهم، هذولا دم قلبه لحتى صاروا. هذولا هم أطفاله، هذولا هم السند وقت يكبر من بعد الله عز وجل. هذولا اللي راح يعينونه مثل ما هو عم بيعينهم بالوقت الحالي. بلش بيهم قصاصي لحتى تيدبوا مع الماء زبوط وبطلوا ينزلون على الفرات. نتمنى من كل أب حر شريف ينتبه على أولاده ويوصيهم لحد ينزل على الفرات بسبب ارتفاع منسوب المياه، كل يوم حالة غرق. ما بدنا نخسركم ونخسر أكثر من يلي خسرنا، خاص في محافظة الرقة وفي محافظة دير الزور بالوقت الحالي بسبب ارتفاع منسوب المياه. وجه كلمة لهذا الوالد الذي منع ولده من النزول على المياه ونزل عليهم بالكرباج بالعقال لحتى ظبطهم على المضبوط لحتى ما يعيدونها ويخالفون الأوامر. كان معكم إياد ترند، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.